عودة علاقة كرم بورسن وسيريناي سريكايا للواجهة. أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. على الرغم من مرور سنوات على انفصال الثنائي الشهير كرم بورسن وسيريناي سريكايا، ولكن الكلام عن علاقتهم يعود للأخبار بين فترة وأخرى، وهذه المرة كانت الأخبار عن عودة الثنائي لبعضهما البعض، حيث مما عزز هذه الأخبار هو عودة ميليس بورسن وهي شقيقة كرم بورسن الكبيرة لمتابعة سيريناي سريكايا حبيبة شقيقها السابقة، والتي سبق وأن ألغت متابعتها، مما أثار تساؤلات عن سبب متابعتها، خصوصا أن متابعتها جاءت بالتزامن مع زيارة ميليس لتركيا ولقائها بشقيقها كرم بورسن. غير ذلك هو إعجابات كرم بورسن، بمعنى أن يوم أمس قام كرم بعمل إعجاب على صورة سيريناي والتي نشرتها إيجا يورانج، ونشرت الصحافة هذه التطورات وتساءلوا هل عادت العلاقة بين كرم بورسن وسيريناي سريكايا بعد سنوات من انفصالهم؟ بعدها فاجأ كرم جمهوره بخطوة جعلتهم لا يفهمون ماذا يجري، حيث قام بمتابعة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مهتاب آلجول، والتي انتشرت أخبار كثيرة عنهم في الفترة السابقة إنهم بعلاقة حب، وإنهما تعرفا خلال مساعدتهم لمتضرري زلزال تركيا. كما قيل إن كرم صمم منزله الجديد مع مهتاب، فهل عادت علاقة كرم وسيريناي أم علاقة كرم ومهتاب، أو إنها فقط علاقة صداقة ولا يوجد شيء بينهم؟ ما رأيكم؟